المنتج ده كان ببلاش، كنت ببيعه ببلاش. انا بدأتها في الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه من 7 سنين تقريبا، كنت ببيعه ببلاش، كنت بعمل اعلان سبونسر بارخص ثمن للاوردر جبته في حياتي. المحفظه ديت انا فضلت ابيع فيه سنه كامله تاني، جبت كيبو بلا اي مبالغه عشرات الالاف من الاوردرات. طب ازاي؟ انت كده مش بتخسر؟ لا طبعا، التركه بتاعت الحوار دوت كان ثمن الشحن. كنت بقول لهم المنتج ببلاش، ادفع بس ثمن الشحن. كان ثمن الشحن ساعتها 55 جنيه، فكنت انا باخد 55 ربنا يبارك. الفكره بقى فين او اللي بيكسبني فيها، كنت بكسب عن طريق ان انا بعمل اب سيلينج، بضيف عليه منتجات ثانيه، فاللي هو استفيد بثمن الشحن واطلب منهم حاجات ثانيه، بحيث اخد المحفظه ببلاش واخد كمان المنتجات الثانيه بسعر رخيص. يعني احنا كنا بنعمل اب سيلينج في الشات، كنا بنعمل اب سيلينج في المكالمات التانية، بنعمل اب سيلينج حتى مع المندوب بتاع شركه الشحن، لان انا ساعتها كنت مشارك في شركه شحن. ده كان سبب من الاسباب اللي بيخلي الايرادات بتاعتي سعر الشحن بتاعها رخيص، بقدر ازود كمان رزقي في الاوردرات. الاي كوميرس عموما او التجاره الالكترونيه عندك سكتين، يا اما تبيع غالي للناس قليله، يا اما تبيع رخيص لناس كتير قوي. ولو عايز تعرف اكتر عن كورس الاي كوميرس ابعت لي رساله واعرف اكتر عن السبوبه سوا الموسم الثاني. خليني اساعدك.